بعد رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، ماذا حدث في مدريد؟ بدأ كريم بنزيما بالتألق، وكل آمال المدريديين تعلقت بكريم بنزيما، وقام بيريز رئيس النادي بقلب إيدين هازارد في خط الهجوم لكي يشكل ثنائية مع كريم بنزيما. ولكن جميعكم يعلم قصة هازارد والإصابات الكثيرة والمتكررة، فكان المدربين يعتمدون على لاعب شاب يدعى فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور لعب مع الفريق الثاني في ريال مدريد وقدم أجمل مستوياته، فالمدرب قرر استدعائه إلى الفريق الأول فقدم أجمل مستوياته، ولكن المشكلة كان كثير المراوغات السلبية، وكان يضيع أسهل الفرص، كما كان يمتاز بالأنانية واللعب الفردي الحاد التي لا تنفع المجموعة بأي شيء. وأضاف إلى ذلك شكل صخب جماهيري، ولم يكتفي بذلك بل شكل مشاكل مع اللاعبين بسبب أسلوب لعبه الذي كان يضيع عمل المجموعة. لقد كان هناك توتر ملحوظ بين كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في الماضي، خاصة خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا. وثقت لحظة حينها نصح بنزيما زميله فيرلاند بيندي بعدم تمريره الكرة إلى فينيسيوس، قائلا لا تمرر له الكرة وأنه يلعب ضدنا. ومع ذلك يبدو أن العلاقة بينهما قد تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث تمكنا من تجاوز الخلافات وبناء شراكة قوية على أرض الملعب. صب أنشيلوتي كل تركيزه على فينيسيوس وكيف يصحح أخطاء اللاعب ويساعده على التركيز في الإنهاء واللعب لصالح المجموعة. وبخبرة الماستر كارلو أنشيلوتي استطاع إخراج أفضل ما عند فيني، وهنا بدأ الانسجام بينه وبين القائد كريم بنزيما، وأصبحت أفضل ثنائية في العالم. الكل يمكن ان يضرب بالبراقه الحمراء. فينيسيوس جونيور هرب، فينيسيوس هرب، فينيسيوس خل، فينيسيوس خل، فينيسيوس جول. فالفيردي داخل منطقه الجزاء، تسديده